السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض بيتي فور ال10 دقايق. بجد احلى بيتي فور ممكن تدوقوه في حياتكم، سهل وسريع جدا واقتصادي، وهيعمل كمية حلوة قوي معاكي، وفعلا مش هياخد اكتر من 10 دقايق تحضير. وممكن تشكليه بالشكل اللي انت حباه، ممكن ما تحطيش عليه شوكولاتات او اي حاجة وتاكليه جنب الشاي، هيطلع تحفة. اول حاجة هجيب الخلاط، او ممكن تعمليها بمضرب يدوي او مضرب كهربا، بس انا بستسهل الخلاط. هحط فيها بيضة وهحط عليها كيس فانيليا، وبعدين تلت كوباية سكر. لو عندك سكر بودرة حطي، ما عندكيش حطي السكر العادي بتاعنا. وبعدين كوباية الا ربع زبدة على زيت، ممكن زيت بس وممكن زبدة بس، ممكن سمنة بس اللي متاح عندك. هنا معايا كوبايتين دقيق، هحط عليها ذرة ملح وربع معلقة بيكنج باودر. وبعدين هضيف المكونات السائلة اللي ضربتها في الخلاط كويس جدا، وبعدين هقلبهم كويس جدا بالمعلقة، وهستخدم الكيس الحلواني في التشكيل. طبعا مش هياخد معايا وقت وهيسهل عليا التشكيل بسرعة. هنا العجينة طلعت معايا بالشكل ده، حسيتها تقيلة شوية فضفت لها معلقتين لبن، وبعدين حطيتها في الكيس وابتديت اشتغل. بقت سهلة جدا بعد ما ضفت عليها اللبن. هنا بقى هاخد قطعة من العجينة واحط عليها معلقة كاكاو، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده، وسبت شوية شكلتها على شكل كور علشان هحشيها بالشوكولاتة من جوه. وتجيبي اي اداة عندك في المطبخ، نشابة بقى، اي حاجة. انا كان عندي دي اللي انا بعمل عليها الكفتة، وهبتدي اضغط على العجينة كده واعمل فيها دايرة من النص، يعني زي شكل الغريبة كده. هحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 200. خد معايا تقريبا ربع ساعة بالظبط. حطيته تحت من الاول، ولما اتحمر القعر بتاعه طلعته فوق، اخد لون بسيط جدا. دلوقتي بقى معايا صوص شوكولاتة. انا جبت قطعة من الشوكولاتة سيحتها في الميكروويف، ومعايا مربى فراولة وشوكولاتة فرماسيل ملونة وداكنة. ومعايا الصوص ده بقى، ده صوص بلو بيري، انا جايباه كده من السوبر ماركت. الكيس ده يا جماعة ب3 جنيه ونص، تمام. وفي منه صوص فراولة وفي منه صوص شوكولاتة برضو، هستخدمه في التزيين. حطيت هنا ده صوص البلو بيري، وهنا المربى، ودي صوص الشوكولاتة. هكمل بقى باقي البيتي فور معايا كده وازينه كله. مهم جدا بعد ما نخلص تزيين نحطه في اي علبة بغطا ونقفله كويس جدا علشان يطرى. طبعا الشوكولاتات والحاجات اللي احنا بنحطها عليه دي بتطري البيتي فور وبتخليه ناعم وبيدوب كده. خلاص خلصت تزيين كل الكمية اللي معايا. بجد طلعت كمية حلوة قوي، من كوبايتين دقيق طلعت كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. وبكده اكون خلصت وصفة النهاردة، اتمنى تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة.